شفتوا آخرة الدنيا؟ الفنان محي إسماعيل بعد العمر ده كله اتنقل علشان يعيش ويقضي آخر أيامه في دار للمسنين. فين بقى أهله وفين أسرته؟ وهل هو فعلا مش لاقي مكان يقعد فيه، ولا لاقي يصرف على نفسه، ولا لاقي حد يرعاه؟ وإيه الحكاية بالظبط؟ يلا بينا أقول لكم. الحبايب، مساء الخير. الفنان محي إسماعيل اتنقل النهارده للإقامة في دار لرعاية كبار السن من الفنانين. والسؤال ليه اتنقل؟ بصوا يا جماعة، الفنان محي إسماعيل كان مقيم لوحده في شقة في منطقة المهندسين، والايام اللي فاتت دي ابن اخوه وحد من قرايبه بيحاول ان هو يوصل ليه، مش عارف، عن طريق التليفون بيخبط عليه، مش عارف، راحوا كسروا الباب بوجود يعني افراد الامن يعني، ولقيوه فقد الوعي. ساعتها اتقال ان هو تعرض لجلطه، والجلطه ديت هي اللي افقدته الوعي يعني، ولكن ابن اخوه نفى وقال لا، هو كل الحكايه كانت غيبوبه زي غيبوبه سكر يعني. واتنقل ساعتها للمستشفى ودخل غرفه العنايه المركزه، وكانت ازمه صحيه صعبه جدا يعني. طيب ليه هو مقيم لوحده؟ هل الشقه دي بتاعته ولا لا؟ الشقه بتاعته، وكان واخدها من ايام الرئيس السادات. والاستاذ محي اسماعيل ملوش اولاد، ما خلفش، هو تزوج مرتين وما خلفش، ومقيم لوحده بعد الانفصال. اللي انا اعرفه ان هو اتجوز مؤخرا يعني من حوالي 4 5 سنين وانفصل، وكان متجوز قبل كده، وربنا سبحانه وتعالى ما اردش بابناء يعني. ومفيش حد حواليه حتى من العيله، لان جذور الاستاذ محي اسماعيل من البحيره، محافظه البحيره. فالراجل مش حواليه حد غير بس ابن اخوه الاستاذ اشرف فايق المخرج. والاستاذ اشرف فايق ليه حياته طبعا، مش مقيم معاه. فالموضوع ممكن يتكرر في الفتره اللي فاتت ديت، وبعد كبر السن ممكن تحصل ازمات ليه. فكان في راي من نقابه المهن التمثيليه برئاسه الاستاذ الدكتور اشرف زكي، ان يا جماعه ممكن ننقله لدار اقامه كبار السن من الفنانين. والدار دي هي مش دار عامه، ولكن هي دار تبع نقابه المهن التمثيليه، والمقيم فيها هم الفنانين فقط يعني. وفيها رعايه طبيه، وفيها تمريض، وفيها ناس بيرعوا كبار السن والنزلاء والحاجات دي كلها. وده حفاظا على حياه الاستاذ محي اسماعيل. وهم عرضوا عليه الامر وقال لهم مفيش مشكله. نقلوه من المستشفى على طول على الدار ديت اللي هي في مدينه 6 اكتوبر يعني. واللي انا اعرفه ان هو هناك هيبقى الحياه افضل. طيب كده الموضوع خلاص خلصنا، ولكن عايز اقول شيء مهم جدا يا جماعه. خلوا بالكم، اشتغلوا وانجحوا واعملوا كل حاجه، بس اوعى تنسى ان اهم انجاز ممكن تعمله في حياتك انك انت يبقى ليك اسره وعيله وعزوه. وده اللي ناس كتير جدا بتفتقده داخل الوسط الفني. الحياة بتاخده النجاحات والحاجات دي كلها، وينسى ان هو يعمل أسرة ويتجوز ويخلف، ويعتبرها يعني شيء مش مهم قوي او شيء سنة. اقول لك انا مش عايز دوشة والكلام ده كله. لما بيكبر في السن اوقات بيبقى في حاجة لضفر انسان يبقى حواليه. انا في ناس وفنانين والله العظيم وكبار جدا وكانوا نجوم كبار يكلموني يقولوا لي بص احنا عملنا فلوس ووصلنا النجوميه مفيش بعدها، وسافرنا العالم وكلنا وشربنا ولبسنا واتبسطنا وكل حاجه، وكنا بنقول لا 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 يعني ما اسره ايه وعيال ايه وخلفه ايه والكلام ده كله، احنا مش ناقصين وجع دماغ، عشنا لنفسينا. بس بعد كده احنا عشنا لوحدينا. ليه؟ ما احنا اتبسطنا، ما احنا عشنا بدون وش ودون دوشه واحنا شباب. لما نكبر مش لاقيين حد يسأل علينا. انا نفسي في ضفر عيل. والله العظيم في فنانه قالت لي انا يا ريتني خلفت ضفر عيل، كان يبقى حواليا، بس كان زمان حواليا عيالي واحفادي وحاجات كده يعني. لكن انا كل اللي انا عملته ده ولا ليه لازمه، في البايظ. راح الفلوس، راحت والنجوميه راحت والصحه راحت وخلاص، ما عادش في حاجه. اوعوا تنسوا ان الحياة مش شغل وبس ونجاح وفلوس وبس. الحياة كاملة كاملة، انجح وكل حاجة، لكن برضو ما تنساش ان ممكن الاسرة اللي انت هتكونها ديت هي تكون سبب سعادتك في الاخر، وان انت تتصان في ايامك الاخيرة. الف سلامة على الفنان محي اسماعيل، وربنا يقومه بالسلامة يا رب، وربنا يجعل ايامه اللي جاية كلها خير وستر وونس، ده اهم شيء. شكرا جزيلا.